ايوه. بقول لك يا بنتي، ما عندكيش لقمه جبنه بس بعيش اكلها؟ لقمة ايه يا اختي؟ عيش بجبنه. شغل الصعبانيات ده اللي انا عارفاه، والسهواكه يا حبيبتي، ما هو فعلا لايق عليكي فعلا. الله يبارك لك، بقالي يومين ما دوتش الاكل. بقول لك ايه يا ست انتي، امشي من هنا عشان ما اعملش معاكي الغلط. بس خلاص، احنا اسفين ليك يا استاذه، اتفضلي جوه. وانت مين انت ان شاء الله ابنها؟ انا عايز اقول لك على حاجه، اعتبريها امك لو في الوقت. لا يا حبيبي مش امي، خليها امك انت. معلش يا حاج، قرف. حقك عليا. خد يا حاج، خد هات اللي انت عايزاه. كتر خيرك. خد بس يا حاج، دي حاجه بسيطه. طيب كفايه دي بس اجيب بها اكل، الحمد لله. يا حاج خدي، انا كنت عايزه 10 جنيه، كفايه دي 100 جنيه كفايه. طب بصي يا حاجه، بس ليه بيعملوا فيا كده؟ بعدين لك بصي، انا في شقه هنا فاضيه، تعالي اقعدك فيها وكلي واشربي واعملي اللي انت عايزاه. شقه؟ يا حاجه. يعني مش هقعد على رصيف تاني؟ لا يا حاج، عمرك ما تقعد. معقوله في ناس كده في قلوبها خير ورحمه؟ الدنيا لسه فيها خير. هو عايز اقول لك على حاجه، صورك دي مش زي بعضها، فيها الحلو وفيها الوحش، واي بلد كده فيها الحلو وفيها الوحش. وانت حظك جه مع الوحش. يلا يا حاج، تعالي يا حاج. ربنا يبارك لك ويسترك يا ابني. تعالي يا حاج، ربنا يسترك. تعالي يا امي، تعالي. الله يسترك.